السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين. المدارس خلاص على الأبواب. حبيت أعمل معاكم الفيديو دوت علشان خاطر أنا ما استفدتش فيه للأمانة بشيء، فحبيت غيري يستفيد. الفيديو دوت المفروض ان انا وانا بصوره كنت بجهز معايا التفريزات اللي هاخدها معايا وانا مسافره المصيف، بس قدر الله وما شاء فعل، ما حصلش نصيب ان احنا نسافر. يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تمام. طبعا ربنا هو اللي بيختار لنا، ويعني اللي ربنا يختاره لنا واللي ربنا يكتبه لنا لازم نقول عليه الحمد لله. حبيت افيد غيري بالفيديو دوت، مع ان انا ما كنتش حابه ان انا انزله، بس هيفيد غيري كتير ان شاء الله. يعني لو حضرتك موظفه اكيد هتقدري تستفادي من الفيديو دوت، انك تتعبي يوم وهترتاحي بعد كده طول الشهر. تمام. في البدايه كده هجهز معايا التتبيله بتاعه اللحمه المشويه. تمام. جبت معايا الكبه بتاعتي، ومش هينفع ان انا استخدم المره دي معايا المبشره زي ما معوداكم، بس علشان خاطر الشغل هيكون معايا كتير، فمش عايزه اخد وقت ومجهود يعني كتير. تمام. جبت معايا الكبه بتاعتي كده، وبدات ان انا ضفت فيها بصلايه كبيره مقطعاها جوليان، وطماطمايه كبيره برضو مقطعاها جوليان. تمام. هضربهم كويس جدا. انا عايزه اضرب الخضار بتاعي لغايه لما يبدا ان هو يصفي ميه، يعني عايزاه يكون ناعم جدا جدا، كانك ضرباه في الخلاط، او كانك بالظبط تعصري طماطم في الخلاط. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده وصل معايا للشكل دوت، وبدا ان هو يصفي الميه بتاعته. كل اللي انا هحتاجه منه هي الميه بتاعته. تمام. زي ما قلت ان التتبيله ديت بتاعه اللحمه المشويه، التتبيله ديت انا بعتمدها كتير في اللحمه المشويه او في الفراخ المشويه بتاعتي. بتودي معايا طعم اللحمه والفراخ في حته تانية، كانك جايباها من عند الحاتي واطعم منها كمان. تمام. بعد كده هاخد بقى معايا زي ما حضراتكم شايفين الكبه بتاعتي، وهنزل الحروف بقى بتاعتها كده، اللي هي بتاعت البصل والطماطم اللي طلعت فوق دي بالسباتيولا كده. وبعد كده هبدا ان انا اخد المصفى واصفي كده زي ما حضراتكم شايفين معايا الطماطم مع البصل. انا عايزه الميه بس. تمام. طبعا البشر اللي طلع دوت احنا مش هنرميه، طبعا الحاجه غاليه جدا، الطماطم غاليه جدا والبصل غالي جدا، فاحنا ما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجه. تمام. فاحنا هنستفاد بكل حاجه ان شاء الله، عشان محدش بس يقول ان الحاجه ديت هتترمي. لا، زي ما هتشوفوا معايا انا دلوقتي بعد ما صفيت، زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله الكميه طالعه معايا مش وحشه خالص، كميه حلوه قوي ما شاء الله، علشان خاطر انا نعمت الحاجه كويس جدا وانا بضربها في الكبه. البشر معايا زي ما حضراتكم شايفين دوت، انا بحفظه في علبه معايا في الفريزر، وبستخدمه في يوم تاني لما بكون بعمل مثلا حواوشي، او بعمل كفته شوي، او بعمل همبرجر، بينفعني كتير جدا في اليوم ده. تمام. وزي ما احنا قلنا الحاجه غاليه، فما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجه خالص. تمام. بعد كده هجيب معايا هنا زي ما حضراتكم شايفين الخل، وهضيف على الكميه بتاعه الميه بتاعه البصل مع الطماطم حوالي نص فنجان صغير من الخل. تمام. وبعد كده هبدا ان انا اتبل الصوص بتاعي او الخلطه بتاعتي اللي هعمل بيها اللحمه المشويه. ضفت معلقه صغيره من الملح، وحوالي مكعب واحد من المرقه، اللي هي المرقه بتاعه الدجاج او المرقه بتاعه الكنور، اللي هي بتاعه اللحمه المتاحه عند حضرتك. تمام. وبعد كده هضيف معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وزيها معلقه صغيره من السبع بهارات. والمكون الاساسي اللي احنا بنعتمده في كل التتبيلات بتاعتنا، خاصه لما بنكون بنعمل لحمه، وهي كوبايه صغيره من الزبادي، عشان ديت بتساعد على تطريه اللحوم اثناء الشوي. طبعا ديت بتخلي معاكي القطعه بتاعه اللحمه طريه جدا وجوسي بعد التسويه. تمام لحد كده. بعد كده جبت معايا بقى اللحمه بتاعتي. اللحمه هنا انا غسلاها ومنضفاها كويس جدا. تمام. انا مستخدمه لحمه كندوس، معايا هنا كيلو ونص من اللحمه. حضرتك تقدري تستخدمي اي قطعيه لحمه، ممكن تستخدمي فليتو، ممكن تستخدمي ضاني، ممكن تستخدمي اي نوع لحمه تحبيها. تمام. انا مستخدمه لحمه كندوس، والقطعيه ديت حلوه جدا وتنفع للشوي. طبعا انا قطعتها معايا مكعبات صغيره علشان ما تاخدش تسويه كتير. بعد كده هضيف عليها التتبيله زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا ان انا اقلبها كده بايديا. انا عايزه التتبيله تكون مغطيه اللحمه زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. هقلب فيها كويس جدا كده بايديا، ولازم اسيبها على الاقل مده حوالي يعني من ربع ساعه لنص ساعه، اقل حاجه ربع ساعه في التتبيله ديت قبل ما احفظها معايا في الفريزر. تمام. علشان خاطر تتشرب وتتشبع كويس جدا من طعم التتبيله. بعد ما عدى عليها حوالي ربع ساعة بالظبط، هبدأ ان انا اجيب معايا الكيس البلاستيك، اللي هي الاكياس بتاعة التلاجة بتاعة حفظ الطعام، وهبدأ ان انا اضيف فيها قطع اللحمة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما قعدت ربع ساعة في التتبيلة. هبدأ بقى ان انا اضيفها كده كويس جدا جوه الكيس. وطبعا التتبيله ديت انا ما ينفعش ان انا ارميها، طبعا ضفتها عليها زي ما حضراتكم شايفين. تمام. هاخد بقى الكيس كده وان انا اربطه كويس جدا، لازم ان احنا نحكم الغلق بتاعه علشان خاطر طبعا ما ينفعش ان احنا نشيله الكيس مفتوح جوه العلبه بتاعه الحفظ، علشان خاطر التتبيله هتخرج بره الكيس. تمام.
هحفظه احتياطي جوه كيس تاني علشان خاطر الكيس الاولاني لو اتقطع او حاجه تكون برضو ايه اللحمه بتاعتي محفوظه كويس جدا. تمام. طبعا علشان انا هتبل معايا كذا نوع لحمه او كذا نوع فراخ او هعمل معايا كذا وصفه، فيفضل ان انا كل نوع هخلصه اكتب عليه الحاجه ديت او الكيس دوت فيه ايه، علشان خاطر ما اتلخبطش وانا بطلع الحاجه من الفريزر واكون عارفه الحاجه اللي انا مطلعاها ديت ايه بالظبط. تمام. جبت معايا العلب بالبلاستيك اللي هي بتاعه الحفظ، كنت جايباها قبل كده معاكم في المشتريات اللي هي بتاعه الفيديو اللي قبل ده، كان العلبه دي سعرها 7 جنيه. تمام. العلبه ديت هستخدمها اكتر من مره طبعا، لان هي يعني انا حافظه الحاجه زي ما حضراتكم شايفين في الاكياس اللي هي البلاستيك. تمام. هحفظها بقى معايا في الفريزر، وهروح بقى اجهز معايا تاني صنف معايا وهو البانيه. هجيب معايا الكبه بعد ما غسلتها، وهضيف فيها بصلايه صغيره وطماطمايه صغيره مقطعاهم جوليان زي ما حضراتكم شفتوا، وبعد كده هضيف عليهم معلقه صغيره من الملح، وهضيف عليهم مكعبين من المرقه. تمام. التتبيله ديت هتكفي معايا كيلو واحد من البانيه. تمام. هضيف عليهم برضو معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وزيها معلقه صغيره من السبع بهارات. ممكن حضرتك تضيفي التوابل والبهارات اللي انت معتمداها وبتحبيها، بس التوابل ديت انا بعتمدها وبتديني نتيجه ممتازه. تمام. ضفت زيهم معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، وضفت زيهم برضو بس نص معلقه صغيره من الصماق، لان انا بحب اضيفه جدا على اللحوم والفراخ. جربي تضيفيه كده هينقل معاكي الطعم في حته تانية. تمام. هبدأ ان انا اضرب بقى كل المكونات مع بعض بالكبة، انا مش عايزة انعم التتبيلة خالص، يعني يا دوبك تكون قطع صغيرة كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام. ده القوام كده اللي انا محتاجاه بالظبط، مش عايزة انعمه خالص زي ما قلت، انا عايزة يكون بس قطع صغيرة كده زي ما حضراتكم شايفين معايا. تمام. بعد كده هروح اجيب بقى معايا البانيه. انا البانيه طبعا غسلاه كويس جدا، وبشيل منه اي قطع دهون فيه، اللي هي القطع اللي بتكون عامله زي السمين ديت او الدهون اللي هي الصفرة دي، بنضفه كويس جدا منها علشان احنا ما بنحبهاش خالص. تمام. وبعد كده بعمل له محلول نقع، وطبعا هكتب لكم المقادير بتاعه محلول النقع اللي انا بغسل بيها الفراخ والبانيه معايا في صندوق الوصف، علشان اللي حابب ان هو يعملها. تمام. بعد كده هبدأ بقى ان انا اغسل البانيه كويس بتاعي بعد محلول النقع برضو بالدقيق والملح والليمون، وبعد كده بصفيه كويس جدا، وهبدأ بقى بعد ما ضفته في البولة كده زي ما حضراتكم شايفين اضيف عليه التتبيلة اللي انا كنت مجهزاها، وهبدأ ان انا اقلبه كويس جدا. نخلي بالنا من كمية الملح اللي احنا مستخدمينها في التتبيلة بتاعتنا، سواء لأي نوع او اي صنف هنعمله معانا. تمام. علشان خاطر طبعا الملح بيقل او بيزيد حسب الرغبة، يعني دوت بيكون حاجة نسبية وراجعة لحضرتك. تمام. يعني زي ما حضرتك حابه، لو حابه ان انت تزودي ملح الاكل براحتك، حابه ان انت تقللي ملح الاكل برضو براحتك. تمام. يعني نخلي بالنا كويس جدا من كميه الملح اللي بنضيفها على اللحوم او الفراخ او على اي حاجه بنعملها او اي صنف اكل بنعمله. تمام. بعد كده ضفت معايا البانيه زي ما هو كده بالتتبيله بتاعته جوه كيس بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الاكياس النايلون ديت انا بستخدمها طبعا لحفظ الطعام، بتكون حلوه جدا وهي صحيه. تمام. يعني مش ضروري ان احنا نحفظ الاكل في العلب البلاستيك على طول، ده غير صحي وغير امن. طبعا يفضل ان احنا نحفظها في كيس بلاستيك كده الاول زي ما حضراتكم شايفين. تمام. ضفت معايا طبعا البانيه جوه الكيس زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده ضفته معايا جوه كيس تاني زياده امان برضو. تمام. بعد كده هجيب معايا العلبه البلاستيك زي ما حضراتكم شايفين معايا، وهضيفه برضو جواه واحفظه في التلاجة. وبكده اكون خلصت معايا تاني صنف من التفريزات اللي انا كنت مجهزاها معايا للمصيف. طبعا حضرتك تقدري تستخدميها زي ما قلت، لو حضرتك موظفه هتوفر عليكي كتير. تمام. وما تنسيش برضو كل صنف تخلصيه تكتبي عليه الصنف ده ايه، علشان خاطر الحاجه لما بتخرج من الفريزر بتكون كلها شبه بعضها، فما تتلخبطيش ولا تحتاري، وتكوني عارفه ايه اللي انت مطلعاه وايه اللي انت هتعمليه. هروح اجهز بقى معايا تالت صنف معايا النهارده، وهو الستريبس. طبعا الستريبس دوت بيكون من الصدور بتاعه الدجاج او الصدور بتاعه الفراخ، بقطعها كده زي ما حضراتكم شايفين قطع كده بالشكل ده. حابه ان انا اقول لحضراتكم ان ديت بتكون من صدر الفراخ، يعني انا باخد الجزء اللي هو الخارجي بخليه للفيليه او البانيه، وباخد القلب بتاعه من تحت اللي هو بيكون البطن بتاع الصدر بتاع الفراخ، وبتبله زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما بقطعه ستريبس. بقطعه ستريبس زي ما حضراتكم شايفين كده، ما بخليش الراجل يقطعه لي، وبغسله برده زي ما غسلت البانيه. اضيف عليه بقى التوابل والبهارات بتاعته، معلقه صغيره من الملح، زيها معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وزيها معلقه صغيره من السبع بهارات، وزيها برده معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، ونص معلقه صغيره من الصماق. تمام. ممكن حضرتك لو حابه ان انت تضيفي الماجي اللي هو مرقه الدجاج براحتك، ضفتي برده معلقه صغيره من الثوم البودر ومعلقه صغيره من البصل البودر.
تمام. وبعد كده هضيف عليه اخر حاجة معايا وهي الكاري طبعا والكركم. يعني الكاري والكركم، الكاري بيدي طعم والكركم بيدي لون. تمام. طبعا ده لا غنى عنه في الستريبس او لو حضرتك هتعملي البروستد. تمام. هضيف برضو معايا هنا الماجي. طبعا زي ما قلت الماجي دوت بيكون اختياري، اللي هو مرقة الدجاج دي اختياري ان انت تضيفيها، او لو مش حابة تضيفيها هتزودي كمية الملح شوية. تمام. هي ما بتديش يعني ما بتملحش الاكل معاكي كتير زي الملح. تمام. يعني ما حدش يقلق منها، طبعا دي بتكون اقل نسبة في الملوحة عن الملح اللي هو الابيض بتاعنا العادي. هبدأ بعد كده ان انا اقلب معايا كل التوابل والبهارات مع القطعة بتاعة الستريبس زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا هحفظه، كنت ناوية ان انا لما اسافر ان شاء الله ان انا اعمل الكفر الخارجي بتاعه في المصيف. بس لو حضرتك حابة تعملي الكفر الخارجي بتاعه قبل ما تحفظيه مفيش مشكلة، بس انا ما بحبش اعمل الكفر الخارجي الحاجة احفظها في الفريزر، عشان لما بتطلع بعد التجميد بتعمل مية. طبعا بتفك مكان التجميد فبتعمل مية، فبتلاقي الكفر الخارجي ممكن يقع من عليها، او ممكن الكفر الخارجي بتاعها يطرى اثناء التسوية او اثناء القلي، فتلاقي ان هي بتشرب معاكي زيت. تمام. فالكفر الخارجي سهل جدا، هكتب لكم برضو المقادير بتاعته في صندوق الوصف. وهو بيكون عبارة عن نص كوباية من الدقيق وعليها نص كوباية من النشا، وبتضيفي عليها نفس التوابل والبهارات اللي ضفتيها على الستريبس اثناء التتبيل. تمام. وبعد كده بجيب معايا كوباية برضو من المية الساقعة المتلجة وبضيف عليها شوية من التلج. وبعد كده باخد معايا القطع بتاعة الستريبس، اول حاجة بنزلها في الكفر الخارجي اللي انا عملته من الدقيق والنشا والتوابل. وبعد كده بنزل القطعة اللي انا تبلتها او حطيت لها الكفر الخارجي، بنزلها جوه المية الساقعة، وبعد كده برجعها تاني جوه الكفر الخارجي ونفضها كويس جدا منه. وبعد كده بقليها في زيت سخن يكون غزير على درجة حرارة عالية في البداية، بعد كده بهدي الحرارة شوية. تمام. ده الكفر الخارجي بتاع الستريبس، وبنستخدمه برضو في الفراخ اللي هي البروستد. خلصت معايا تاني صنف او تالت صنف وشيلته في الفريزر. هبدأ بقى معايا اجهز معايا رابع صنف معايا. جبت معايا الكبة وضفت فيها حوالي 4 بصلات كبار، وبعد كده ضفت عليهم 4 طماطمات كبار عفوا. الطماطم والبصل اللي انا مستخدماهم يكون حجمهم كبير. هجهز معايا الكمية ديت، انا مستخدمة كمية كبيرة زي ما حضراتكم شايفين علشان خاطر هتبل معايا فراخ مشوية. تمام. ما ضفتش اي توابل او بهارات لو تلاحظوا، علشان خاطر انا هصفي البصل مع الطماطم، يعني الخضار دوت بعد ما بنعمه كويس جدا في الكبة هصفيه كويس جدا معايا، نفس التتبيله اللي انا عملتها للحمه في بدايه الفيديو. تمام. بس انا مزوده الكميه هنا زي ما حضراتكم شايفين علشان خاطر انا هتبل معايا 4 فرخات. تمام. حسيت ان هي لسه محتاجه ان هي تتنعم شويه كمان في الكبه، فبعد ما شفتها لا لسه محتاجه تاني، هبدا ان انا اضربها تاني في الكبه لغايه لما تنعم معايا كويس جدا وتكون معايا بيوريه جدا زي ما حضراتكم شايفين. تمام. تمام قوي كده، ده القوام اللي انا محتاجاه، وزي ما حضراتكم شايفين صفت معايا الميه اللي انا محتاجه انها تتصفى منها. هبدا برضو ان انا اخد معايا التتبيله ديت، وفي نفس برضو البوله والمصفى، وهبدا ان انا اخدها معايا واصفيها زي ما حضراتكم شايفين. زي برضو ما عودتكم ان مفيش اي حاجه بتترمي، فاللي هيطلع برضو من التصفيه يعني بعد ما بصفي كده البشر اللي بيطلع معايا دوت بحفظه معايا برضو في علبه في الفريزر. تمام. زي ما قلت ان انا بستخدمها معايا الحواوشي، الكفته مشويه، البرجر، بتكون حلوه جدا. زي ما حضراتكم عارفين ان الاسعار غاليه نار. طبعا البصل سعره سمعت ان هو وصل ل35 جنيه في بعض المناطق، وفي مناطق تانية بتبيعه ب25 جنيه وب30 جنيه. والطماطم سعرها وصل 20 جنيه و17 جنيه و15 جنيه. يعني ربنا يرحمنا برحمته، فما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجة. تمام. فاللي احنا نقدر ان احنا نعمل له اعادة تدوير ونستخدمه في حاجة تانية، فما ينفعش ان احنا نرميه اطلاقا. تمام. ده كده اللي اتصفى معايا زي ما حضراتكم شايفين من المية بتاعه البصل والطماطم، دي اللي هستخدمها للتتبيل، والباقي حفظته في علبة معايا في الفريزر عشان هستخدمه لحاجة تانية زي ما قلت. تمام. جبت معايا كده هنا الخل، وزي ما حضراتكم شايفين هضيف على الكميه ديت معايا فنجان صغير من الخل. انا زودت هنا كميه الخل شويه علشان خاطر طبعا التتبيله ديت اكتر، يعني انا هستخدمها ل4 فرخات زي ما حضراتكم عارفين. بعد كده ضفت معايا كوبايه صغيره من الزبادي، وهضيف عليهم معلقه كبيره من الملح. هضيف معلقه تانية، يعني انا ضفت معايا معلقتين كبار من الملح. طبعا انا زودت كميه الملح معايا شويه علشان خاطر الكميه اكتر زي ما احنا عارفين. تمام. بعد كده هضيف معايا المكعبات بتاعه المرقه اللي هي مرقه الدجاج. انا بحب استخدم النوع بتاع ماجي، وما بعملش اعلان لاي منتج على فكره عشان بس يكون كلامي واضح. تمام. ضفت معايا 4 مكعبات مع المعلقتين الكبار بتوع الملح، يعني بتنقل الطعم في حته تانية زي ما احنا عارفين.
تمام. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الفلفل الاسود. انا بحب ازود الفلفل الاسود على الفراخ اكتر وعلى البانيه علشان خاطر الزفاره بتاعتهم بتكون اعلى من زفاره اللحمه، فيعني زياده تاكيد ان ما يكونش فيه زفاره خالص او اطلاقا في الفراخ بتاعتنا. طبعا الفراخ انا بكون غسلاها كويس جدا بالدقيق والملح والليمون، وبعد كده بعمل لها محلول نقع زي ما ذكرت. هكتب لكم المقادير بتاعت محلول النقع في صندوق الوصف. ضفت معايا برضو معلقتين كبار من السبع بهارات بعد المعلقتين بتوع الفلفل الاسود، ودي بتكون مكونات التتبيله بتاعتنا. التتبيله ديت انا بسميها تتبيله الانقاذ السحريه او تتبيله المستعجلين، علشان خاطر لو مثلا حبيتي ان انت تعملي مثلا مشويات ومفيش وقت عندك، التتبيله ديت تقدري تتبلي بيها. لو حضرتك مثلا هتستخدمي الحاجه ديت تشويها بعد التتبيل مثلا بعد 6 ساعات، حلو جدا، او ممكن تبيتيها ليله كامله في التلاجة برضو حلو جدا، بس اقل مده من 4 ساعات ل6 ساعات تفضل الحاجه بتاعتك جوه التتبيله. تمام. طبعا التتبيله ديت بتخلي طعم الاكل معانا كانك شارياه من المطعم، واحلى وانضف منه كمان. الفراخ زي ما حضراتكم شايفين انا بكون غسلاها ومنضفاها كويس جدا. بشيل طبعا الجزء اللي انا شاورت عليه بايديا دوت، لان الجزء دوت بيكون فيه زفاره كتير بتاعه الفراخ، وبقطع طبعا طرف الجناح اللي هو الجزء الرفيع اللي بيكون في طرف الجناح ده، لازم نتخلص منه علشان خاطر ده برضه بيتجمع فيه زفاره في الفراخ، فبيخلي الفراخ معاكي زفره لو ما تخلصتيش منه. تمام. وزي ما قلت الجزء اللي في قلب الجزء بتاع الورك من تحت دوت اللي الناس بتحسبه كبده، لا ده مش كبده، ده لازم نتخلص منه لانه بيكون زفر خالص، فما ينفعش ان احنا نسيبه. تمام. وبعد كده برضو زي ما حضراتكم شايفين بعد ما بغسلها كويس جدا بتخلص من اي اللي هي الماده اللي هي الزلاليه اللي بتكون موجوده ما بين الجلد وما بين اللحم، دي بتخلص منها تماما. تمام. يعني نغسل الفراخ بتاعتنا كويس جدا جدا. تمام. ونعمل لها محلول النقع زي ما ذكرت. بعد كده هاخد معايا التتبيله اللي انا مجهزاها زي ما حضراتكم شايفين، قسمتها على الفراخ بتاعتي. انا مستخدمه 4 فرخات زي ما ذكرت. الفراخ ديت وانا بوزنها قبل ما الراجل ينضفها لي كان الوزن بتاع ال4 فرخات كان 9 كيلو بالظبط. تمام. انا بحب اجيب الفراخ حجمها يعني ما بين اللي هو 2 كيلو و2 كيلو وربع للشوي، ما بحبش اجيبها اصغر من كده علشان خاطر ما تنشفش معايا اثناء الشوي. تمام. وما بجيبهاش اكبر من كده علشان خاطر تكون مستويه كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين بتبل بقى الفراخ معايا. انا الفراخ مقطعاها على 8 قطع، بخلي بتاع الفراخ او اللي هو الفراخجي يقطعها لي. تمام. انا بقى يعني لو مثلا هو ما قطعهاليش او مثلا انا عايزه اقطعها بقطعها ل8 قطع معايا في البيت، اي حد يقدر يقطع الفراخ بكل سهوله. تمام. خدت بقى معايا الفراخ وتبلتها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا لازم ان انا اتبل ما بين الجلد وما بين اللحم كمان، يعني لازم أنا اخلي التتبيله توصل لما بين الجلد وما بين اللحم، واحشي برضو القلب بتاع الفراخ من جوه كده زي ما حضراتكم شايفين، لخلي التتبيله تتشرب برضو من المناطق اللي بيكون فيها العظم. تمام. هقلب كويس جدا جدا، وبعد كده برضو بسيبها في التتبيله مده لا تقل عن ربع ساعه، يعني من ربع ساعه لنص ساعه لو مع حضرتك وقت. تمام. وممكن تسيبيها في التلاجة ساعه لو مش مستعجله عليها. بعد كده بجيب معايا الاكياس اللي هي النايلون او اكياس التلاجة، وابدا ان انا اقسم الفراخ بتاعتي جوه الاكياس. طبعا كل كيس هحفظ فيه فرخه كامله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بحفظ الفرخه كامله، يعني كل الاجزاء بتاعتها كامله جوه كيس، مش بخلي مثلا كيس للدبابيس وكيس للصدور وكيس مثلا للكتاف، لا بخلي كل فرخه كامله جوه كيس لوحدها. تمام. زي ما حضراتكم شايفين معايا انا قسمت معايا الفراخ لاربع اكياس، لان كل فرخه زي ما ذكرت بحفظها في كيس. لو حضرتك حابه ان انت تقسميها اي تقسيمه براحتك، يعني تحفظي مثلا الدبابيس لوحدها، الصدور لوحدها، الكتاف لوحدها، اللي هي الصفح بتاعه الوراك دي برضو لوحدها زي ما حضرتك حابه. تمام. بس انا حبيت اقسمهم لوجبات علشان خاطر برضو اللي هيحب ان هو يعمل نفس الطريقه دي يكون مستفاد. تمام. وزي ما ذكرت ان الفيديو دوت انا ما استفدتش منه باللي انا كنت الهدف اللي انا كنت بعمله ليه اللي هو المصيف. حضرتك تقدري تستفادي يعني منه لو حضرتك موظفة او غيري يقدر يستفاد منه كتير. تمام. لو عجبكم الفيديو او شايفين ان انا بقدم محتوى محترم وهادف، يا ريت تبعتوا الفيديو دوت لاصدقائكم علشان خاطر غيركم يستفاد، وما تنسوش اللايك والشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. تمام. عايزه اقول لكم والله ان الفيديو دوت انا يعني قعدت ايام بصور فيه، يعني انا صورت تقريبا الفيديو دوت على 3 ايام، ما صورتوش طبعا على يوم واحد لان هيكون صعب جدا عليا. صورت الفيديو دوت على 3 ايام ورا بعض. تمام. انا حابه اقول لكم ان اللقطه اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي ديت كانت في تاني يوم بصور فيه الفيديو، او تاني مره صورت فيها، او الجزء التاني. وطبعا الفيديو دوت تعبني جدا وخد مني وقت كتير في التصوير، وخد مني وقت كتير في المونتاج، وخد مني وقت كتير برضو في ان انا اجهزه لحضراتكم عشان يطلع بالصوره اللي حضراتكم شايفينها. تمام. يعني الحمد لله على كل حال. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. محدش يعرف الخير فين، ومحدش يعرف يعني ربنا كاتب له ايه.
تمام. عجبتني مقولة سمعتها او حد قالها لي، مش فاكرة مين تحديدا او مش فاكرة شفتها فين، اللي هي بتقول: وتظن انك حرمت والحقيقة انك رحمت. تمام. يعني لما ربنا يكتب لنا حاجة ونكون الحاجة ديت احنا مش حابينها، او مثلا الحاجة ديت يعني عكس رغبتنا او عكس اللي احنا كنا عايزينه، يا ريت ما نزعلش وما نتضايقش، ما نعرفش الخير فين. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. قدر الله ما شاء فعل. يا ريت غيري يستفيد من الفيديو دوت. وحابه اقول لكم انا برضو في النهايه ما خسرتش اي حاجه، بالعكس ده وفر عليا ايام كتير من ان انا اكون مثلا جايه مثلا من بره تعبانه، او مثلا اكون قايمه من النوم تعبانه مش قادره اعمل غدا او اجهز حاجه، فبتكون حاجتي موجوده عندي متبله وجاهزه في الفريزر، بطلع الحاجه تفك واسويها على طول. طبعا وفر عليا وقت وجهد كتير. تمام. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه بامر الله، وما تنسوش برضو الشير لاصدقائكم علشان خاطر اصدقائهم يستفادوا منه باذن الله. تمام. زي ما حضراتكم شايفين حفظت الفراخ بتاعتي كل فرخه جوه كيس، وحفظتها تاني جوه كيس تاني احتياطي علشان خاطر العظم ممكن يخرم الكيس، زي ما شفتوا معايا في اخر فرخه العظم بتاعها خرم الكيس، فطبعا التتبيله هتخرج بره. فزياده تاكيد بنحفظها جوه كيس تاني، وبعد كده كل فرخه بحفظها معايا في العلبه البلاستيك ديت اللي هي بتاعه حفظ الطعام في الفريزر اثناء التجميد. بتكون برضو زياده امان ان الحاجه تفضل معايا محفوظه كويس جدا. زي ما ذكرت ان كل حاجة بنحفظها ما ننساش يا جماعة ان احنا نكتب عليها بقلم جاف، او مثلا تلزقي ورقة عليها تكوني محددة الحاجة دي ايه، عشان طبعا زي ما قلت الحاجة بتخرج من الفريزر بعد التجميد بتكون كلها شبه بعضها، فما ينفعش ان احنا بعد ما نطلع حاجة على اساس ان احنا هنعمل مثلا حاجة نلاقيها حاجة تانية يعني اثناء التجميد. زي ما قلت الحاجة كلها بتكون شبه بعضها، فما تلخبطيش نفسك وتكوني عارفة ايه اللي انت مطلعاه وعاملة حسابك هتطبخي ايه النهاردة. تمام. حابه اقول لكم ان الكميه اللي انا بسويها، الكميه اللي انا بتبلها قصدي مع حضراتكم في الفيديو دوت تكفي الاسره كامله يمكن لمده شهر كمان. تمام. بعد كده هحفظهم معايا في الفريزر واروح اجهز معايا برضو الصنف اللي بعده، وهو معايا هنا الفراخ اللي انا هعملها صينيه. انا معايا هنا فرختين كبار، وزن الفرخه كان حوالي 2 كيلو 300 او 2 كيلو 350 جرام. بعد ما جبتهم طبعا ونضفتهم كويس جدا وعملت لهم محلول النعي، طبعا في الاساس بشيل الجلد من عليهم لان انا ما بحبش جلد الفراخ في الوصفات بتاعتي، او احنا ما بنحبوش على العموم يعني، فبشيله ما بسيبوش غير في حاله واحده بس، وهي لما بكون هشوي الفراخ. تمام. بعد ما نضفت الفراخ وشلت من عليها الجلد وغسلتها كويس جدا هروح اجهز بقى معايا التتبيله بتاعتهم. وفي الكبه هضيف معايا بصل مقطعاه جوليان، وهضيف برضو طماطم مقطعاه جوليان. انا ضفت حوالي 3 بصلات و3 طماطميات، هضيف عليهم معلقه صغيره من الملح، وهبدا ان انا اضيف المرقه بتاعه الدجاج. انا بحب اضيفها طبعا على الاكل زي ما ذكرت، في ناس ما بتحبش تضيفها فمش اجباري خالص ان انت تضيفيها، يعني دي حاجه اختياريه. تمام. بعد كده هضيف معايا الفلفل الاسود، ضفت معلقه كبيره من الفلفل الاسود، وبعد كده هضيف زيها معلقه كبيره من السبع بهارات او بهارات الفراخ، يعني زي ما حضرتك حابه ان انت تضيفي، بس السبع بهارات بتمشي معاكي في فراخ او في لحمه. تمام. بعد كده هضيف معلقه كبيره من البابريكا اللي هي المدخنه، ومعلقه صغيره من الصماق. تمام. طبعا برضو الصماق اختياري، لو حضرتك مش حابه تضيفيه براحتك خالص مفيش اي مشكله اطلاقا، بس هو بينقل الطعم برضو في حته تانية وبيكون طعمه مميز جدا في اللحوم او في الفراخ. تمام. وسعره مش غالي. تمام. بعد كده هبدأ ان انا اضرب معايا في الكبة كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، انا مش عايزة انعمهم خالص، يعني انا عايزاهم يكونوا قطع صغيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. بعد كده خلاص وصلت للقوام او التقطيع اللي انا محتاجاه كده، زي ما حضراتكم شايفين كده القوام بتاعه حلو جدا جدا. هاخده بقى معايا زي ما هو كده، وهبدا ان انا اضيفه معايا على الفراخ بتاعتي. وزي ما قلت انا من هنا غاسله معايا فرختين، وكل فرخه مقطعاها 4 قطع. الفراخ ديت كان الوزن بتاعها الفرخه الواحده حوالي 2 كيلو 300 جرام او 2 كيلو 350 جرام. لو حضرتك حابه تجيبي اوزان غير كده براحتك برضو، او حابه مثلا تقللي الكميه بتاعه التتبيله عن كده، حابه تعملي فرخ، حابه تعملي 2، حابه تعملي 4، زي ما حضرتك تحبي. انا بس بديكي الفكره او الطريقه، وحضرتك تعملي الكميه اللي تناسب حضرتك مفيش اي مشكله. تمام. هتبل بقى معايا الفراخ كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين بالتتبيله، وعايزه التتبيله تتشرب كويس جدا في جوه اللحم بتاع الفراخ وجوه العظم بتاع الفراخ، يعني بتبل كويس جدا واوصل التتبيله لقلب العظم بتاع الفراخ. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده معايا. بعد ما هتبلها كويس جدا بسيبها برضو في التتبيله مده لا تقل عن ربع ساعه، يعني انا مفيش اي صنف معايا تبلته وشلته في الفريزر على طول، لازما اي حاجه كده لازما نتبلها نسيبها جوه التتبيله مده لا تقل عن ربع ساعه، يعني من ربع ساعه لنص ساعه، لو حضرتك حابه تسيبيها ساعه مفيش مشكله، بس يفضل جوه التلاجة لان الجو حر جدا.
بعد كده هجيب معايا الاكياس اللي هي البلاستيك بتاعه حفظ الطعام، وهضيف معايا هنا الوجبه بتاعه الفرخه. طبعا انا هضيف معايا الفراخ على كيسين لان انا مستخدمه فرختين. فطبعا الاكياس اللي لو حضرتك هتستخدمي مثلا كميه كبيره مثلا معاكي، فيفضل انت تجيبي الاكياس حجمها كبير. انا جايبه الاكياس البلاستيك اللي هي الحجم بتاعها بيشيل لحد 2 كيلو من الحليب. تمام. يعني الاكياس ديت حجمها كبير جدا، تاخد معاكي حتى لحد 2 كيلو من البانيه. تمام. هضيف معايا الفراخ زي ما حضراتكم شفتوا، انا قسمت معايا الفراخ على كيسين. وطبعا التتبيله ديت اللي بتكون موجوده في الطبق دي طبعا ما ينفعش ان انا ارميها، فبضيفها طبعا بقسمها بالنص على الكيسين زي ما حضراتكم شايفين. بغلف بقى معايا طبعا الفراخ جوه كيس تاني، لان زي ما عودتكم ان الحاجه لازما زياده امان او زياده تاكيد ان على الحفظ بتاعها ان هي تتحفظ جوه كيس تاني، لان لا قدر الله ممكن الكيس اللي احنا حفظناها فيه يتقطع او يتخرم. فما ينفعش ان احنا مثلا يعني نلاقي مثلا الفريزر بتاعنا بعد ما نكون مجهزين حاجتنا فيه، نلاقي الفريزر اتبهدل مثلا او التلاجة اتبهدلت من ان مثلا الحاجه الكيس اتقطع، فيبقى التتبيله بتاعته تخرج وتبهدل معانا الحاجه. بس كده زي ما حضراتكم شفتوا انا حفظت معايا الفراخ كده وقسمتهم على كيسين زي ما حضراتكم شفتوا. كتبت على كل كده كيس زي ما حضراتكم شايفين معايا، دي فراخ صينيه، فانا كتبت على الكيس فراخ صينيه. طبعا الفراخ الاكياس زي ما حضراتكم شايفين بعد ما كتبت عليها الكتابه ما بتتمسحش خالص. يعني لو مش متاح عند حضرتك الورق اللي بيتكتب عليه وبيتلزق، تقدري تعملي زي ما انا ما عملت، تكتبي كده بالقلم الجاف والكتابه مش هتتمسح معاكي خالص. حتى بعد ما يطلع من الفريزر هتكون الكتابه موجوده زي ما هي. هشيلها بقى معايا في الفريزر وطبعا العلب البلاستيك اللي عندي كانت خلصت، ورحت عشان اشتري لقيت الراجل قافل في اليوم دوت، يعني المحل كان مقفول لان كان يوم جمعة. فمش مشكلة احفظها معايا كده دلوقتي لغاية لما ابقى اجيب علب تانية. هروح بقى اجهز معايا الصنف اللي بعده وهي الفراخ البروستد. انا مستخدمة معايا دبابيس فراخ. انا بحب اعمل البروستد او اللي هي الفراخ الكنتاكي او الفرايد تشيكن زي ما تسموها حضراتكم. انا بحب اعملها بالدبابيس، ممكن حضرتك تعمليها بفراخ كاملة. بعد ما غسلتها كويس جدا وعملت لها محلول النقع وفتحتها كده بالسكينه زي ما حضراتكم شايفين عشان خاطر ده يساعد على التسويه، هبدا ان انا اتبلها معايا زي ما حضراتكم شايفين. ملح، وهضيف عليه اللي هي المكعب بتاع الماجي، وبضيف عليه فلفل اسود، وبضيف 7 بهارات، وبضيف برضو صماق، وبضيف البابريكا. طبعا الكميه بتاعه التوابل والبهارات على حسب الكميه اللي حضرتك بتستخدميها. ضفت معايا هنا كركم، وضفت معايا برضو كاري علشان خاطر الكاري بيعزز اللون وبيطلعها معايا لونها زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. هضيف برضو معلقه صغيره من البصل البودر وزيها معلقه صغيره من الثوم البودر. التتبيله ديت احنا مش هنضيف عليها طماطم خالص، ومش هنضيف عليها بصل اطلاقا، يعني انا بستكفي بالبصل البودر والثوم البودر. تمام. بعد كده هبدا ان انا اقلب كويس جدا كل الدبابيس بتاعتي. انا مستخدمه معايا النهارده 16 دبوس على اساس ان انا كنت هقسمهم على وجبتين، يعني طبعا احنا 4 افراد. زي ما حضرتك حابه تعملي على عدد افراد الاسره بتاعتك، انا حبيت ان انا اعملهم على وجبتين، يعني يبقوا 8 دبابيس في كيس و8 دبابيس في كيس، يعني بمعدل ان كل واحد او كل فرد يكون ليه دبوسين. وطبعا الدبابيس اللي انا مستخدماها الحجم بتاعها كبير وعامله فيها فتحات بالسكينه كده زي ما حضراتكم شايفين علشان خاطر اثناء التسويه تستوي معايا كويس جدا. تمام. ممكن حضرتك تعملي لها الكفر الخارجي وتحفظيها في الفريزر، بس انا زي ما قلت ما بحبش اعمل الكفر الخارجي الا اثناء التسويه، علشان خاطر لما بيطلع معايا من الفريزر بيكون طري او بيكون في ميه اثناء التجميد. طبعا لما الحاجه بتفك بتعمل ميه. تمام. وبيكون الكفر الخارجي بتاع البروستد سواء عامله دبابيس او سواء عامله فراخ كامله بيكون هو نفس الكفر الخارجي بتاع الستريبس، برضو مفيش اختلاف. بس الفرق ما بين الفراخ البروستد او الدبابيس البروستد ان احنا بنعمل خطوه كده اضافيه، يعني الخطوه ديت بتساعد معانا على التسويه، طبعا لان حجم الدبابيس او حجم الفراخ بيكون اكبر من حجم الستريبس. هو ان احنا بنطلعها قبلها مثلا بليله كامله من التلاجة لما تفك معانا، وبعد كده بنضيفها معانا في بوله كبيره او بوله غويطه، ونضيف عليها ميه تكون ساقعه متلجه، وبنضيف عليها فنجان صغير من الخل، ونسيبها من 4 ساعات ل6 ساعات جوه التلاجة او ممكن ليله كامله. تمام. علشان خاطر الانسجه بتاعتها تبدا ان هي يعني تتخللها الخل يتخللها ويساعد معانا على التسويه. تمام. هحفظهم بقى معايا في الفريزر، وبعد كده اما بطلعهم زي ما قلت بعملهم بنفس الطريقه وبضيف عليهم نفس الكفر الخارجي بتاع الستريبس. بعد كده بحفظهم في الفريزر واروح اجهز معايا الصنف اللي بعد كده. هعمل معايا تتبيله تانية للبانيه لان كميه البانيه اللي انا كنت عاملاها كانت قليله، فهضيف معايا في الكبه بصل، وهضيف عليه طماطم مقطعه جوليان، وهضيف الملح والمرقه اللي هي بتاعه الدجاج، وبعد كده هضيف فلفل اسود 7 بهارات، وبرده هضيف بابريكا. البابريكا اللي انا بستخدمها بابريكا مدخنه، يا ريت تسالي عليها وانتي بتشتري البابريكا من عند العطار، بتكون طعمها افضل من البابريكا العاديه.
تمام. هضيف معايا برضو صماق، زي ما قلت الصماق اختياري، ممكن تضيفيه او تستغني عنه عشان خاطر بس ايه نكون متفقين. بعد كده هضرب معايا كل المكونات زي ما ذكرت كده قبلها في الكبة. طبعا الضرب ما بيكونش ناعم جدا، بيكون قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين. تمام. تمام قوي كده. هبدأ ان انا اشيل السكينة بتاعة الكبة واجيب معايا البانيه. طبعا هنا انا متبلة معايا المرة دي 2 كيلو من البانيه. الكمية بتاعة البانيه ديت حلوة جدا. انا طبعا كنت شارية 4 كيلو من البانيه علشان خاطر اتبلهم معايا، اعمل منهم صنفين، اعمل منهم ستريبس، اعمل منهم قصدي بانيه، واعمل منهم شاورما. فخدت القطع السليمة اللي بتكون ماسكة نفسها، اللي هي بتكون من وش الصدور كده، والقطع اللي هي بتكون سليمة بستخدمها في البانيه، والقطع التانية هستخدمها معايا في الشاورما زي ما هتشوفوا كمان شوية. بس ضروري ان احنا لما نكون عاملين معانا فراخ او عاملين معانا بانيه، نكون ان احنا عاملين محلول النقع بتاعها، ونكون غسلينها كويس جدا ومتخلصين من اي زفارة بتكون فيها، ونصفيها كويس جدا جدا من اي مية برضو بتكون فيها قبل ما نتبل معانا الفراخ او نتبل معانا البانيه. تمام. زي ما حضراتكم شفت كده ضفت عليه التتبيله وبدات ان انا اقلبه معايا. زي ما حضراتكم شايفين لازم اوصل التتبيله لكل شرايح البانيه معايا كويس جدا. تمام. ما شاء الله اللون بتاعها حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين. هبدا ان انا اجيب معايا الاكياس بتاعه التلاجة او اكياس حفظ الطعام، وهبدا ان انا اضيف معايا الشرايح بتاعه البانيه جواها. تمام. انا هنا هقسم معايا البانيه دوت على حوالي مثلا كيس، هيكون فيه كيلو ونص، والطبق هسيب فيه حوالي نص كيلو اللي هعمله في اليوم اللي انا كنت بجهز فيه الاكل دوت. يعني في اليوم ده طبخت البانيه دوت جنب مكرونه، عملت لهم البانيه دوت جنب مكرونه بصلصه، وكان طعمه حلو جدا. نخلي بالنا برضو كويس جدا من كميه الملح، زي ما ذكرت قبل كده باكد تاني، كميه الملح طبعا بتختلف من شخص للتاني، يعني بتكون حسب الرغبه زي ما حضرتك تحبي. تمام. انا حاسه ان كميه الملح او الكميه بتاعه الماجي اللي انا بضيفها على الفراخ او على البانيه او على اللحوم بتاعتي بتكون كويسه جدا، يعني حسب الرغبه بتاعتي. ممكن حضرتك برضو ان انتي تضيفي حبه تزودي الكميه، حبه تقلليها، بس اهم حاجه ناخد بالنا من كميه الملح اللي احنا بنضيفها. تمام. بعد ما تبلت معايا كده البانيه زي ما حضراتكم شفتوا، قسمته معايا هنا الكيس ده فيه حوالي كيلو ونص، والطبق فيه حوالي نص كيلو. هبدأ بقى ان أنا اخد معايا الكيس كده واربطه كويس جدا، وهضيفه برضو جوه كيس تاني زي ما قلت، ده اللي هيتحفظ معايا في الفريزر. اما اللي في الطبق ورا دوت هو ده اللي انا هعمله في نفس اليوم، يعني هسويه في الاولاد هنتغدى بيه في نفس اليوم. تمام. وما ننساش برضو زي ما قلت ان احنا كل حاجة بنتبلها وكل حاجة بنجهزها هنكتب عليها، علشان خاطر ما نرجعش نتلخبط بعد كده في الحاجة اللي معانا ونبقى مش عارفين دي ايه. تمام. تقدري بقلم جاف كده تكتبي زي ما انا ما بكتب، مفيش اي مشكلة اطلاقا. عمر الكتابة دي ما هتتمسح ولا هتطلع، حتى بعد ما تخرجي الحاجة من الفريزر وتفك هتفضل الكتابة موجودة زي ما هي. ويا ريت محدش يتريق عليا في التعليقات عشان انا بستخدم شمالي او بكتب بايديا الشمال، لان انا عسرية والفخر ليا. تمام. بعد كده هحفظه معايا في الفريزر، واروح اجهز بقى معايا الصنف اللي بعده وهو الشاورما بتاعه الفراخ. تمام. زي ما قلت كده البانيه انا كنت جايبه معايا 4 كيلو من البانيه. هاخد معايا القطع اللي بحس ان هي متقطعه، او حتت مثلا ان هي بعد الغسيل بتاع البانيه وبعد محلول النقع بتحسي ان في حتت كده دابت معاكي، او مثلا تحسي ان هي باشت معاكي كده من النقع ومن الميه اللي اتغسلت بيها. تمام. فباخدها اقطعها معايا كده وبعملها شاورما زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه ان احنا نقطعها معانا شرايح بالطول كده زي ما هتشوفوا معايا. تمام. نخلي بالنا ان احنا نخلي الحجم بتاع التقطيع يكون حلو جدا، يعني ما تكونش الشريحه معانا رقيقه خالص ولا تخينه قوي، علشان خاطر ما تبقاش معانا نيه اثناء التسويه، وما تكونش مهريه معانا بعد التسويه. فنخلي حجم الشريحه بتاعه الشاورما معانا او التقطيع اللي انتي مقطعاه يكون الحجم بتاعه متوسط، لا هو سميك قوي ولا هو رقيق قوي. زي ما حضراتكم شايفين كده القوام بتاعها او السمك بتاعها حلو جدا، ما نحاولش ان احنا نرق عن كده او نخليها يعني سميكة عن كده. تمام. هخلص بقى هنا كده كل الكمية وبعد كده ارجع لحضراتكم. بعد ما خلصت كده كل الكميه بتاعه الشاورما معايا، وزي ما حضراتكم شايفين انا لما بجيبها وبغسلها وبنضفها بايديا وبقطعها بيكون افضل من اللي بشتريها من بره جاهزه، لان بتكون كلها جلد ودهون، ما بتكونش حلوه خالص وبتكون غاليه على الفاضي. تمام. فاحنا نعمل حاجتنا كده في البيت بايدينا بيكون افضل بكتير. تمام. بعد كده هبدا ان انا اتبلها معايا وابهرها علشان خاطر احفظها معايا في الفريزر تطلع معايا على التسويه على طول. ضفت معايا معلقه كبيره من الملح، وبعد كده هضيف مكعبات من المرق اللي هي بتاعه الفراخ، ضفت معايا مكعبين. تمام. وبعد كده هضيف معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، زيها معلقه صغيره من السبع بهارات، وزيها برضو معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، وهضيف بعد كده معلقه صغيره من الصماق.
تمام. وهضيف معايا هنا برضو معلقه صغيره من البصل البودر، وزيها معلقه صغيره من الثوم البودر. تمام. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف معايا بقى اخر مكونين، وهم معايا هنا الكاري دوت. طبعا بيدي طعم حلو جدا الكاري، بضيف منه معلقه صغيره، والكركم بضيف منه نص معلقه صغيره. تمام. يعني بيودي معايا الطعم واللون في حتة تانية خالص، بيكون طعمها يا جماعة والله احلى كمان من سندوتشات الشاورما السوري اللي احنا بنشتري من بره. السندوتش الواحد بحاجة و80 جنيه. فطبعا لما تعملي حاجتك في بيتك بتكون انضف حاجه، طبعا انت ضمناها وضمنه نظافتها ومعموله ازاي، وطبعا ضمنه ان هي بتكون حاجه يعني معموله بنظافه ومعموله باتقان، وبيكون طعمها احلى بكتير من الجاهزه، غير ما بتكون اوفر كمان بكتير جدا. تمام. قلبت معايا كده الشاورما او الشرايح بتاعه الشاورما جوه التتبيله كويس جدا جدا. انا عايزه التتبيله توصل لكل شريحه من الشاورما او كل شريحه من الصدور اللي انا مقطعاها بتاعه الفراخ، يعني عايزاها تتغلف كويس جدا بالتتبيله. تمام. الكميه ديت معايا هنا 2 كيلو بالظبط. ممكن حضرتك تعملي اي كميه تحبيها، يعني ممكن تعملي مثلا كيلو، تعملي نص، تعملي 2، تعملي 4، ان شاء الله حتى تعملي 10 كيلو. تقدري تحفظيهم بنفس الطريقه في الفريزر، وتطلعيهم من الفريزر يفكوا كويس جدا، وبعد كده تقدري تسويهم وتعملي بيهم سندوتشات الشاورما السوري، او تعملي بيهم كريب، او تعملي بيهم بيتزا. تعمليهم وتاكليهم بألف هنا وشفا ان شاء الله. تمام. بعد كده جبت معايا الكيس البلاستيك، وهبدأ ان انا اربطه كويس جدا. طبعا لازم افرغ منه اي هواء بيكون موجود فيه قبل ما اربطه. بعد كده هحطه تاني جوه كيس تاني، يعني زيادة امان او زيادة تأكيد ان الكيس بتاع الشاورما او الكيس اللي انا حافظة فيه ما يتقطعش، فيكون ايه زيادة امان الحاجة محفوظة جوه كيس تاني. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده معايا ما شاء الله اللهم بارك، الحاجة شكلها حلو جدا ويفتح النفس، والتغليف بتاعها نضيف جدا، وحاجة عاملاها بايديكي وضامنه نظافتها وضامنه جودتها، احسن ما تروحي تشتري الحاجة من بره بالشيء الفلاني ومش معروف معمولة ازاي ولا معروف مصدرها ايه. فتعبي يوم وارتاحي طول الشهر زي ما قلت، صدقيني هتوفري على نفسك كتير. تمام. زي ما شايفين كده حضراتكم ما شاء الله خلصت كده كل الكميه وكل الاصناف معايا. طبعا عشان عملت شاورما ما ينفعش ان انا انسى العيش بتاع الشاورما، اللي هو عيش السوري او عيش الصاج او عيش التورتيلا، يعني زي ما حسب ما الناس ما بتسميه. انا اشتريت ال50 رغيف اللي مع حضراتكم دول، انا مشتريه الكميه ديت، كنت شاريه 50 رغيف، كان سعرهم حوالي 120 جنيه. كان وزنهم حوالي 4 كيلو ونص، كان سعر الكيلو حوالي 25 جنيه او 26 جنيه تحديدا، مش فاكرة السعر بالظبط. تمام. انا بتنيهم كده وبحفظهم في الفريزر متنين كده زي ما هما، ممكن تحفظيهم مفرودين مفيش مشكلة. رحت برضو اشتريت معايا كيس موتزاريلا الحمد، الكيس دوت وزنه كيلو جرام واحد. كان سعره 110. سألت عليه في السوبر ماركت كان سعره 130، وكان في سرجة عندنا بتبيعه الكيس الكيلو ب110. طبعا انا اولى بالفرق طبعا 20 جنيه، فروحت جبته من السرجة اوفر من السوبر ماركت. تمام. بعد كده جبت معايا طبق المشروم الفريش دوت، كان سعره 35 جنيه، ووزنه كان حوالي 200 جرام، بيتباع في اي سوبر ماركت او ممكن تلاقيه عند بتوع الخضار اللي بيكونوا قاعدين في السوق. تمام. طبعا المشروم ما ينفعش يتحفظ كده زي ما هو، لازم يتعمل بالطريقه ديت. ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن طريقه تفريز المشروم الفريش وانزلها لكم على القناه. اتمنى لو الفيديو عجبكم او استفدتم منه ما تنسوش تعملوا له لايك وشير مع اصدقائكم علشان خاطر اكبر عدد من الناس يستفيد. واتمنى لو حضراتكم بتدخلوا قناتي او اول مره بتشوفوا لي فيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. وحبايب قلبي استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.